جاسر بحيرة صح. لازم أكيد هيجيبوا حد، فالأحسن إننا نلاقي حل للمشكلة دي. إزاي غاب عن بالي؟ أنا عندي الشخص المناسب، مش هيشكوا فيه خالص. بس احنا مش هنقدر نخاطر بحياة أي طفل. انت مين اللي بتقصده بكلامك بالظبط يا بابا؟ أنا عارف إنك مستحيل تورط أي طفل بريء في المهمة الصعبة دي. كفاية إن آية اتورطت فيه. ياسر ابتسم ابتسامة خبيثة وبص لسيف وهو بيضحك وقال له ما كنتش متخيل أبدا إن أنا ممكن أجي في يوم وأطلب منها المساعدة. بس أعمل إيه؟ واضح إن أنا هتذلل ليها تاني. عندي سليم اتكلم وقال للكتعة أنا لسه واقف ومستني ردك، ها موافقة ولا لأ؟ عشان عوالي أنا هوافق، ما عنديش مشكلة. هديك 50,000 جنيه، بس مش هديهم لك على عيل صغير، ها. أنا عاوز العيل اللي تجيبه يكون سنه أكتر كده من 10 سنين، والأحسن إنها تكون بنت عشان الدكتور بيحب البنات قوي. أصل أكتر زباينه بيكونوا عاوزين الأعضاء دي تكون من أنثى. هيكون صعب عليا شوية إن أنا أجيبهم، بس رغم كده هقدر أجيبهم وهجيب لك بنت من بكرة، بس الفلوس تكون موجودة، ها. اتفقنا. بس البت دي هتعمل معايا ايه؟ انا افضل ان انا اشتغل لوحدي، عشان البت دي ممكن تعطلني. هي اصلا ما كانتش قادرة تستحمله اكتر من كده. اول ما قال لها كده لفت له وقالت بغضب بقولك ايه ياض، ما تحترم نفسك. لو هتشتغل معايا يبقى تحمد ربنا وتبوس ايدك وبق ظهر ووش، عشان هتشتغل معايا انا اكتر واحدة مش هتخلي حد يشك فيك. انت اصلا شكلك مش مريح. اتكلمت الكتعة وقالت له بقولك ايه يا سليم، البت عليا عندها حق، ما تلمي نفسك. انت هتشتغل معاه، هي ناصحة قوي وهتعرف تجيب لك شوية خطط تقدر انك تجيبهم بسرعة. انا متأكدة من كده. بس اوعوا تتخانقوا في الشارع قدام الناس. اكيد الناس هتشك فيكوا لو بقيتوا كده ناير ونقير. انا بقولكوا اهو، بنتي عالية تلعبي على خفيف كده، فهماني؟ تهدي اللعب شوية. دي أول مرة ليكوا، ما تروحوش تجيبولي واحد ابن ناس أغنياء ولا أي حاجة. هتروحوا وتاخدوا بالكوا كويس من الكاميرات، ولو هتجيبوا فالأحسن إنكوا تشوفوا واحد كده فقير واضح من هدومه، وتاخدوه كده تقولوله هنديك أكل وهنلعب معاك لحد ما تجيبوهولي انتوا. اما انتوا عارفين بقى شغلوا مخكم. تاني يوم الصبح كان سليم وآية رايحين عشان يشوفوا مين هي ضحيتهم، وآية متوترة جدا ومش عارفة هتعمل ايه، وازاي هتنقذ البنت المسكينة من ايد الوحوش دول. اتكلم سليم باشمئزاز منها ايه ده، هو انت ما بتستحميش خالص؟ ريحتك معفنة اوي يا بت انت. آية بغيظ منه نعم، هي مين المعفنة؟ المعفنة دي تبقى أمك يا عينيا، انت فاهم؟ وبعدين أنا بس عشان مفيش أي حمام ولا حاجة في البيت عندهم ما قدرتش أستحمى. بس عادي، هي نافورة قدامي هغسل وشي. وبعدين لو الريحة أزعجت مناخيرك النوتي يا نوتي هيبقى ابعد عني. نعم، هي وصلت بيكي البجاحة انك تشتمي امي وقدامي كمان؟ انت ملقتيش حد يربيكي، بس انا هعرف اربيكي يا بت. ضحكت ضحكة طويلة وقالت والله ما في حد هنا ناقص تربية غيرك انت. بص لنفسك، بص لحالك. هو في طفل في سنك مش في المدرسة؟ يمكن هتقولي وانتي مالك، وانت كمان مش في المدرسة. هقولك انت عندك امك بتصرف عليك، بتعلمك، بتلبسك احسن لبس، بتخليك تاكل احسن اكل. بس انا بنت الشارع. وفي نفسها يا رب يا رب سامحني على الكدب ده، يا رب سامحني، بس المستفز ده لازم له درس في الاخلاق. كان لسه هيمسك في خناقها لكنه افتكر كلام الكتع. بص اقولك يا بت، حل عني الساعات عشان انا مش عاوز اخلف كلامي الكتع. انت عارفه انها قالت لنا ما نتخانقوش عشان محدش يعني ياخد باله مننا ولا يشك فينا. دي اول عمليه لينا ومش عاوزها تبوظ بصراحه بسببك. قوليلي بقى معاكي كام؟ اصل جعان ولسه ما فطرتش وعاوز اكل. ما معيش ولا مليم، وحتى لو كان معايا اكيد ما كنتش هديهولك.
القطعة بتبعتني كل يوم للشغل ده من غير أي فطار، وبعد ما أرجع وأكون جبتلها فلوس ساعتها بس بتديني أكل وبتخليني أنام وأريح. ايه ده؟ يعني بتاكلي وجبة واحدة بس في اليوم؟ أيوة، وجبة واحدة، وأحيانا لو ما جبتش الفلوس كاملة ساعتها ما باكلش خالص. وقبل ما تكمل كلامها مع سليم حست بإيد واحدة ست اتحطت على كتفها. آية أول ما اتحطت الإيد دي عليها عرفتها على طول، وكانت هتدمع قدام سليم لكنها مسكت نفسها. كانت فرحة هي اللي حطت ايدها على آية، بصت لها بحب وقالت لها: ايه ده يا بنتي؟ ايه اللي مبهدل وشك كده؟ ايه ده؟ ده انت واضح يا بنتي على الهالات السودا اللي تحت عينيكي انك مش بتنامي كتير، وكمان واضح انك جعانة. تعالي، انت عايزة اكل؟ سليم بشك: وانت تعرفيها منين يا ست انت عشان تديها اكل؟ فرحة في نفسها: وانت ايش حشر امك في الموضوع ده؟ انا وبنتي وانت مالك؟ بعدها ردت وقالت له: ما تخافش يا ابني، انت كمان لو عاوز اكل اديك، بس واضح لي من هدومك انك ابن ناس يعني مش محتاج. انا يا ابني بوزع صدقة على الغلابة، وبحب الاطفال دول، وبديهم اكل كل يوم وهدوم. وانتي يا بنتي تعالي انضفلك وشك. خرجت فرحة من جيبها منديل صغير وبلته بمية، وبدأت تمسح وش آية بحب. آية في اللحظة دي ما قدرتش إنها تستحمل أكتر من كده، وما قدرتش إنها تحبس دموعها. نزلت دموعها وقعدت تعيط وتشهق جامد. أمها كانت بتحاول تهديها من غير ما تبين يعني إنها أمها قدام الواد سليمي عشان ما يشكش فيها، وكانت بتحاول تهديها: اهدي يا حلوة، اهدي، بتعيطي ليه؟ ها انت جميلة قوي، ليه بتعيطي بقى؟ هو انت جعانة؟ اديني جبت معايا اكل كتير هيكفيكي وهيسد جوعك كمان، ما تقلقيش. بس اتفضلي يا بنت الفلوس دي خليها معاكي، وجيبي حاجة حلوة تاكليها لو عاوزة يعني حلويات ولا شيبسي ولا اي حاجة من ده. خدي دول، عارفة انهم مش كتير بس اتمنى انهم يساعدوكي شوية على الاقل. وخدي السندوتشات دي كليها انت والواد اللي معاكي، مفيش مشكلة يا حبيبتي. بس انا يا بنتي حاسة ان انا شفتك في مكان كده بس مش فاكرة. ايوه ايوه افتكرت، انت البنت الصغيرة اللي كانت بتغني وهي بتبيع المناديل. ايوه. طيب ما جيتيش تبيعي المناديل النهارده ليه؟ ما بقاش معاكي؟ طيب كل ما هشوفك هنا، انا ساكنة قريب من المكان ده، هاجي على طول وهديكي اكل وفلوس. تمام يا حبيبتي؟ لو كنت اقدر اخدك معايا البيت كنت اخدتك يا بنتي، بس اعمل ايه؟ مش هقدر والله. قالت فرحة كده ومشيت على طول من قدامها، وكانت آية متابعاها بعينيها بحزن لأنها كانت وحشاها جدا وكان نفسها إنها تنط في حضنها. اتكلم سليم بغضب من وراها وقال لها: الله الله الله، يا بنت الكدابين المخادعين، دلوقتي بس أنا عرفت الحقيقة وعرفت كل حاجة. ونقف لحد هنا ونقول خلصت حلقتنا، بس لسه ما خلصتش حكايتنا. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك للفيديو وتصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وبقول لكم جمعة مباركة لجميع أحبابي وحبايبي، أنا بحبكم أوي أوي أوي. الحلقة اللي جاية يا ريت الكل يكون في الميعاد لأنها هتكون مشوقة جدا. يا ترى هل هيقدر سليم إنه يكشف حقيقة آية ولا إيه اللي هيحصل بالظبط؟